السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم طارت بالتفاح اللي كتجي رائعة جدا، كتجي زوينة لا في الشكل ولا المذاق. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. على بركة الله. عندي في المكونات 90 غرام ديال الزبدة اللي تكون في درجة حرارة المطبخ، كنضيف ليها 60 غرام ديال سكر سنيدة مع كيس ديال الفاني، وكنخلط مزيان حتى كتولي عندي بوماط. من بعد كنضيف جوج ديال البيضات. سمحوا لي راني ضفتهم هنايا غير ما تصوراتش ليا. صافي كنخلط مزيان حتى كتولي عندي واحد الكريمه. غادي نخلي لكم المقادير مضبوطه ان شاء الله في صندوق الوصف. صافي من بعد كنضيف هنايا 3 غرام ديال الخميره الكيميائيه مع 360 غرام ديال الدقيق الابيض وقبيصه ديال الملح. صافي غادي نجمع العجينه هنايا غير برؤوس الاصابع بدون دلك. ما كنعجنوش هاد العجينه ديال الصابلي والعجين المرمل باش ما كيتخسرش لهم الشكل ديالهم في الفران. كنجمعو غير بشويه. هنا ضفت الكميه اللي بقات ليا كما قلت لكم 360 غرام ديال الدقيق الابيض. هذا هو القوام ديال العجين كما كتلاحظوا. واحد العجينه اللي كتكون قابطه في راسها شويه كما كتشوفوا معايا. صافي دابا غادي ندوز مباشره، غادي نطلقها ما بين جوج بلاستيكات. نطلقوا العجينه السمك اللي يكون متوسط، ما تكونش غليظه وفي نفس الوقت ما تكونش رقيقه بزاف. غادي نطلقها هنا دائريه على شكل ديال المول اللي غادي نستعمل. بالنسبه للقياس ديال المول اللي خدمت به في 24 سنتيم. صافي دابا غادي نهزها بالبلاستيكه باش كتجيني سهله، وغادي نلبس العجينه في المول كما غادي تشوفوا معايا. الطريقه راه سهله، بخصوص الا هزيتوها بالبلاستيكه هكا وبقيتو كتضغطوا عليها بالبلاستيكه كما كتشوفوا. بقاو تضغطوا مزيان باش كتاخذ لكم الشكل ديال المول كما كتشوفوا. هذا العجين اللي شاط غادي نحتفظ به في البلاستيك حتى من بعد وغادي نخدم به. صافي كنبقى نضغط بهذا الشكل هذا بالاصابع ديالي، وإلا كان شي زائد صافي كنبقى نضغط عليه بهذا الشكل هذا وكيتحيد. من بعد غادي ناخذ واحد الفورشيط وكنثقب العجينه مزيان وكندخلها للثلاجه الوقت اللي كنحضر فيه الكريمه. صافي هنايا بالنسبه للكريمه عندي 400 مليلتر ديال الحليب. درتو هنا في واحد الكاسرونه وكنردو يسخن. كناخذ بيضه، كنضيف ليها 60 غرام ديال السكر مع 45 غرام ديال لا كريم باتيسير. ممكن ديروا نشا الا ما كانش متوفر لكم بودره الكريم باتيسير. كنخلط مزيان حتى كيذوب ليا السكر ونشا. صافي وغادي نضيف ليه الحليب من بعد ما سخن. كنضيفو غير شويه بشويه وهنا كنحرك باش ما كيطيبش ليا البيض. صافي حتى كنكمل الكميه كامله. من بعد غادي نرد هذا الخليط في الكاسرونه وكنديرو فوق النار اللي كتكون مهيله مع التحريك المستمر حتى كتولي ليا واحد الكريمه. كيكون هذا هو الشكل ديالها كما شفتوا، كريمه اللي متماسكه. دابا مباشره وهي باقا سخونه غادي نديرها فوق العجينه كما غادي تشوفوا. صافي غادي نسرحها مزيان بهذا الشكل. كنحطها على جنب وكناخذ 3 ديال التفاحات. انا استعملت تفاح خضر، ممكن ديروا الصفر ولا الاحمر، المهم على حسب اللي كان موجود. صافي وغادي نقطعوا القطع اللي كيكونوا رقاقين. غادي تشوفوا الشكل ديالهم. هنا الا كان عندكم تفاح كبير استعملوا غير جوج براك. صافي كنقطع بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا القياس ديالو.
صافي من بعد ما كنقطع التفاح كنعصر عليه عصير ديال الحامض باش ما كيكحلش لنا التفاح. كندوز مباشره نخدم به، كنلبسو لاطاغط. هنا في الاول كناخذ ديك العجينه اللي شاطت وغادي ندير بها شرائط هما الاولين كنحطهم حدايا تيكونوا موجودين، باش كنبقى ندير دائره ديال التفاح ودائره ديال العجين. بالنسبه لهاد الشرائط اللي غادي نديرو كنديرهم بالقياس العرض ديال التفاح، ديال داك الانصاف ديال التفاح اللي قطعنا. بالنسبه لذاك العجين اللي كتلاحظوا كيشيط، راه كنعاود نطلقو مره اخرى وكندير به شرائط واحد اخرين. صافي كندير دائره ديال التفاح كما كتشوفوا، ودائره ديال العجين. كنستمر بهذا الشكل هذا حتى كنكمل الكميه ديال العجين ديال التفاح اللي عندي. وواحد الملاحظه بالنسبه لهذا العجين اللي كنديروا الوسط، كنرقوه شويه، ما كنديروش غليظ باش تتكفينا الكميه ديال العجينه، وفي نفس الوقت كيطيب كيدخلوا الطياب. ما الا درناه غليظ راه ما غاديش يطيب لينا بزاف. صافي هنا من بعد ما كملت لاطاغط كناخذ تقريبا واحد المعلقه ديال السكر. ممكن ديروا هاد السكر الاشقر ولا ديروا غير سنيده العاديه. كندردرها من الفوق بهذا الشكل هذا. صافي وكندخلها طيب الفران اللي يكون سخون على 180 درجه. بالنسبه للفرن ديال الغاز يكون حتى هو سخون، ولكن نقصوا ليه على نار اللي كتكون مهيله. كنشعلوا غير من التحت حتى كتطلع لينا التحميره، عاد كنشعلوا ليها من الفوق باش كتاخذ لينا هذا اللون هذا. هنا محدا باقا سخونه، غادي ندهنها بواحد شويه ديال الناباج. طارت لي ساهله وكتجي زوينه بزاف، لا في الشكل ولا في المذاق كتجي كما شفتوا معايا بحال شي ورده. صافي هنايا خليو لاطاغ ديالكم تبرد. انا ما خليتهاش تبرد نهائيا، مباشره حيت لها الاطار وقطعتها. هي من الاحسن تخليوها تبرد باش كتماسك لكم ديك الكريمه وكتجي زوينه حتى في التقطاع. كما شفتوا معايا كتجي محمره، كتجي غزاله. غنوريكم الشكل ديالها من الداخل. كيجي واحد العجين اللي هشيش كيدوب في الفم، وراكم عارفين المذاق ديال لا كريم باسيسير مع التفاح كيجي غزال. كنتمنى الوصفه ديال اليوم نال اعجابكم. كنشكركم على المشاهده. مع السلامه.